في الدوري الانجليزي الموسم ده لما نيجي نبص عليه هنلاقي فرقتين هم اللي مسمعين ولافتين النظر قوي. ارسنال بما ان هو المتصدر على الدوري ودي حاجه جديده علينا، ومانشستر يونايتد برضه لان هو قريب وبيزاحم، وكمان الشغل الكويس قوي اللي عمله ايريك تين هاج خصوصا من بعد كاس العالم والدنيا فعلا متغيره. فتعالى الحلقه دي نبدا نسخن كده عشان نرجع ونمسك مانشستر يونايتد نتكلم عنه، ونسال بقى سؤال مهم: ازاي ايريك تين هاج قدر يصلح مانشستر يونايتد؟ فلايك وشير وسبسكرايب واستنى فيديوهات جايه كتير. واهلا بيك في كروس اوفر، انا عمرو زكي ويلا بينا. وحشتني. خلينا نتفق ان اخر 10 سنين من ساعه ما سير اليكس فيرجسون اعتزل وشغلانه مدرب مانشستر يونايتد دي عذاب، حاجه يعني كان مهم المستحيل، حاجه تاثر العمر. من اول بقى ديفيد مويز، بعديه لفانجال، لمورينيو، لسولشاير، لرالف رانيك، كل دول محدش فيهم قدر يوصل الجماهير ان هي تحس ان هو ده فعلا مانشستر يونايتد تاني، احنا رجعنا زي ما كنا. واللي بيحقق فيهم حاجه بيبقى نجاح لحظي وبيخلص بعدها على طول، لحد ما ايريك تين هاج وصل. الموسم ده انت فعلا تحس ان في حاجه مختلفه، تتفرج على الفريق وتلاقي الناس بتقول هو ده الشكل اللي احنا مستنيينه، لان الفريق فعلا موجود في التوب فور وبشكل مرتاح، هو مش هناك بالعافيه يعني وبيزاحم، هو واقف وثابت مكانه. وتيجي تبص على الفريق هتلاقيه بيلعب كوره حلوه والكيرف بتاعه في الطالع. خلينا ننسى الكام شهر بتوع رالف رانيك ونبدا نتكلم من فتره سولشاير، لان يعتبر يعني هو ده المدرب اللي قبله. رالف رانيك كانت مرحله انتقاليه صغيره جدا مش هنمسك فيها، فهنتكلم على الفريق مع سولشاير عشان نبدا نقارن الفروقات. سولشاير مع يونايتد في الثلاث مواسم وصلهم مرتين الشامبيونز ليج، يعني مخلص مرتين في التوب فور، ووصل نهائي يوروبا ليج اللي كان ضد فياريال بتاع ضربات الجزاء اللي قعدت تتلعب لحد ثاني يوم دي، اللي في الاخر فياريال كسبوا. لكن كان دايما الفريق بيتوصف ان اداؤه ضعيف، بور بيرفورمانس، وده ما كانش عاجب الجماهير. الناس احنا ممكن نكون بنكسب بس مش كورتنا يا معلم، وكله كان بدا يحس ان خلاص احنا كده جبنا سقف الطموحات، دي الليميتس اللي ممكن نوصلها مع سولشاير. ولان خلاص يعتبر هامش التطور خلص، مفيش اي فرصه ان الفريق يتحسن، فكله كان عايز التجربه دي تنتهي. اولي مع يونايتد كان بيعتمد على الدفاع شويه، ان انا ابدا اقف ورا، اضيق مساحات، ادافع، امن مناطقي، واسيب الفريق الثاني هو اللي ياخد الكوره يقعد يهاجمني، وانا اول ما اقطع الكوره العب على المرتدات والتحولات السريعه اللي بتعتمد على 3 لعيبه قدام صراع: راشفورد، مارسيال، دانيال جيمس، وعلى وجود 2 لعيبه في نص الملعب حريفه قوي بالكوره ويعرفوا يوصلوها لاي حته: برونو فرنانديز وبول بوجبا. وعشان كده كنت تلاقي الفريق مع اولي هو بيعرف يكسر الماتشات الكبيره وبيعرف يضايق الفرق الكبيره جدا، لكن تيجي قدام الفرق الصغيره اللي هتدافع ورا وتسيب لك الكوره تبقى واقف مش عارف تعمل حاجه، لو انت عايز انت كمان تسيب له الكوره، بص تعالى طب نسيب الكوره في النص. وده اللي كان مخلي الفريق ما عندوش ثبات، ماشي على سطر وسايب سطر، يجي في اسبوع يكسب السيتي، تاني اسبوع يخسر من كريستال بالاس عادي خالص. تين هاج بقى لما وصل كان هدفه يبني على ده مش يهده خالص، ان انا كده عندي فريق كويس جدا في التحولات يعرف ان هو يدافع على المرتدات، بس انا عايز ازود له كمان حته لما يبقى معاك كوره يعمل ايه، لان اساسا دي الفلسفه بتاعه تين هاج. الراجل بيحب ياخد الكوره، بيحب يستحوذ، يلعب البيلد اب على الارض، يطلع بالكوره، يعمل كل الحاجات دي. واكيد كلنا فاكرين في بدايه الموسم ده اول ما وصل وقرر ان انا هطبق الفلسفه بتاعتي من اول يوم، هلعب كوره مع الارض، الحارس هيلعب على الارض، بدا ان هو يبقى شكله يضحك، وشفنا بيلد اب شبه ايهاب جلال مع الزمالك، وشفنا الفضيحه في ماتش برينتفورد والاربعه والغلطات اللي بالهبل اللي كانت بتحصل. ساعتها عجبني جدا تين هاج ان هو قرر ان لا، انا اللي بعمله ده مش هينفع، انا لازم اصبر، لان البدايه المتلخبطه دي عرفته شويه المشاكل اللي عنده، عرفته ان واحد زي دخيا ما ينفعش اجي تاني يوم الصبح كده اقول له انت من بكره هتلعب بيلد اب، من بكره هيجي لك الكوره على الارض ما ينفعش تشوطها بعيد، سلم لاقرب مدافع ليك وهتعمل بقى فرص والكوره ترجع لك وتبقى بتتعامل عادي خالص زي باقي اللعيبه. فعرف ان ده مش هينفع معاه، عرف ان مثلا واحد زي هاري ماجواير ما ينفعش يبقى في الملعب اصلا، فبدل ما كان الاتجاه ان انا هبدا الهجمه من ورا ولازم اوصل بيها لقدام بسرعه لمرمى الخصم او ان انا ابقى اعمل عليه خطوره، بقى الهدف ان لا، انا هبدا من على الارض بس مش لازم اوصل بيها لقدام، هبدا انقل الكره بين المدافعين بتوعي، هبدا ادخل لعيبه نص ملعب في اللعبه، هيبقى في عدد باصات كتير بيحصل، كاني من الاخر كده بعود اللعيبه دي تباصي بينها وبين بعض، لان زي ما قلت لك اللعيبه دي كلها كانت متعوده ان هي بتجري بس، فالف به الكوره ده كان ناقصهم. فلما اللعيبه بدات ان هي تباصي مع بعض كتير بدا يبقى في سيستم، بدا يبقى في شكل للفرقه، بدا واحده واحده يطلع بينهم تحركات. ارجع مثلا لماتش ارسنال بتاع الدور الاول، والصبر على اللعيبه والصبر على المنظومه اللي انت عايز توصل لها خلاك تكسب لعيبه ما كنتش متوقع انها تبقى معاك. دييجو دالوت مثلا لعيب باين جدا مع تين هاج وعارف ان هو يثق فيه، رغم انه في اول الموسم كان الكلام ان هو عايز باك يمين، فده كان بيوريك ان دالوت كان ممكن يبقى بره المنظومه. واحد زي راشفورد مثلا احسن لعيب في الدوري الانجليزي اخر شهرين وجايب فورمه يعني ما جابهاش من سنين. غير كده كمان ان اداره يونايتد كانت واثقه فيه، وعجبني جدا ان فكرهم بدا يتغير لما جابت تين هاج، قررت ان هي تسيب له شويه تحكم في الصفقات، هات يا معلم اللعيبه اللي انت عايزهم احنا واثقين فيك. فالراجل بقى عارف مين اللعيبه اللي انا عايزها او مين البروفايلز اللي انا عايزها، بلاش نقول لعيبه عشان ما تبقاش محدده، بس مين البروفايل اللي انا عايزه يجي يطبق اللي انا عايزه هنا. فراح جاب واحد زي ليساندرو مارتينيز، واحد مدافع قوي جدا ممتاز جدا برجله، يعرف يساعدك في التحولات لما يبقى معاك كوره، يعرف يروح بيها لقدام، يعرف يوصلها للمهاجم اللي انت عايزه، يساعدك جدا في اللعب على الارض. راح جاب واحد زي كاسيميرو، من زمان ويونايتد ما عندوش لعيب نمره 6 وكان بيعاني في نص الملعب، فبقى محتاج لعيب زي كاسيميرو يدي الحمايه للاثنين قلوب الدفاع اللي وراه، وكمان يدي فرصه للعيب نص ملعب اللي جنبه يساند في الهجمه، فكان محتاج واحد زي كريستيان إريكسن ده اللي يبقى مسؤول عن التحول من الدفاع للهجوم، ياخد الكره ويزيد ومتامن بكاسيميرو. فبقى في فكره معينه بتحصل، ولما اللعيبه دي فعلا دخلت في المنظومه كلها واتعودت بقى باين ان فعلا ساعدتك جدا اللعيبه دي تخرج بالكره من على الارض، اللي هو ارجع برده لورا هتلاقي ان ده كان هدف تين هاج الاول. حتى صفقه زي فيج هورست ان هو اللعيب التارجت مان وبتاع، هو ممكن يكون
اقل فعلا من مستوى يونايتد، بس الراجل محتاج يبقى عنده لعيب تارجت مان. لما الدنيا تقفل هعمل ايه؟ ما انا مضطر اعلق، فمحتاج ان يبقى عندي لعيب طويل بيعرف يتعامل بدماغه، فراح رايح جايب فيج هورست. فالصفقات فعلا مش مجرد لعيبه جت عشان يبقى اسمي جبت صفقه وريحت الجماهير، لا هي صفقات جايه بقرار من المدرب عارف هيستخدمهم ازاي. والاختلاف الاكبر بقى ان نفس اللعيبه اللي كانت متعوده ان هي بتدافع وبتجري، بس حاليا بنشوفهم بيلعبوا ضغط عالي وبيخنقوا اللعيبه بتاعه الفريق المنافس، بيزنقوهم جدا في مناطقهم. وده لما فريق بيطبقه بشكل كويس بيسهل الدنيا عليه قوي، ان انت تمنع ان يتعمل عليك مرتد اساسا من قبل ما الفريق ضدك يفكر يعملها، بتقلل كتير قوي الفرص اللي ممكن تروح عليك. غير كده كمان بيساعدك تعمل هجمات اكتر، لان انت بتقطع الكره من مكان ما اتاخدت منك، فلسه لعيبتك قريبه من بعض تعرف تنجز، بتاثر عليك وقت طويل. من الاخر بقينا بنشوف الهاي بريس والريست ديفنس، انت بتضغط من قدام ومريح فكره دفاعك. كل ده خد وقت ولسه هياخد وقت، لان انت كل ماتش بتتفرج عليه انت بتحس بتحسن اكتر من الماتش اللي قبله. ودي الفكره بتاعت مدرب جاي بمشروع، الراجل ده مش جاي عشان يحقق لك النجاح النهارده، هو هيحقق لك النجاح بس بعد بكره. وده اللي مخلي جماهير يونايتد فعلا مبسوطه دلوقتي، الفريق بقى عنده مرونه في حاجات كتيره قوي ما كانتش عنده قبل كده، وده اللي مخلينا فعلا دلوقتي نقدر نقول الفريق ماشي على الطريق الصحيح. ربنا يستر بس وما يتنحسوش ويبقى هو السبب الحلقه دي، عشان انا مش قادر. فبس كده، هو ده اللي كان عندي عن يونايتد، دردشه سريعه كده. قول لي لو عجبتك واعمل لايك وشير وسبسكرايب وبس. سلام.